أيام قليلة باتت تفصلنا عن موعد انطلاق فعاليات كان كوديفوار المزمع إجراؤها بداية من 13 جانفي إلى غاية 11 فبراير 2024. الناخب الوطني جمال بلماضي كان قد أعلن عن القائمة النهائية الخاصة بهذه المنافسة قبل التوجه مباشرة إلى عاصمة طوغو لومي لخوض التربص الأخير المعني بتحضيرات المنتخبات قبل الخوض في فعاليات الكان. محارب الصحراء وبكل عزيمة وإرادة قوية يواصلون تحضيراتهم الأخيرة على ملعب كيكي المتواجد بلومي عاصمة الطوغو وسط أجواء أخوية وظروف مناسبة بين عناصر المنتخب الذي أنهى حصته التدريبية الثامنة قبل المواجهة التحضيرية الثانية مع منتخب بورندي يوم الثلاثاء. تحضيرات أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي شهدت اندماج عدة لاعبين بعد عودتهم من جديد إلى صفوف الخضر على غرار يوسف بالليل، رايس وهاب بولحي وإسماعيل بن ناصر، الذي عبر عن فرحته بخوض أول مباراة تحضيرية أمام منتخب الطوغو. محارب الصحراء وبعد الفوز وديا على منتخب الطوغو بنتيجة 3 أهداف كاملة مقابل لا شيء من توقيع اللاعب رامي بن سبعيني وإسلام سليماني، سيواجهون مرة أخرى منتخب بورندي في مباراة تحضيرية يوم الثلاثاء، وستكون هذه الأخيرة مغلقة بين المنتخبين بطلب من المسؤول الأول عن العارضة الفنية. الأشبال مجبرون على تقديم أداء يرفعون به المعنويات في هذه المباراة المغلقة أمام منتخب بورندي للذهاب إلى كوديفوار بكل عزيمة وإرادة قوية، كما سيكون جمال بلماضي هو الآخر مجبرا في هذه المباراة على تحديد ملامح التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها غمار كان كوديفوار.